تعود الكرة، تعود المحاولة مستمرة، بعد ذلك السقوط والهدف الأول. اليابان تسجل الهدف الأول. هذه الكرة حذاري 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 من هذه الكرة التي ستكون خطيرة 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 للياباني، لكن ما زالت مستمرة، والكرة نعم إلى الهدف الثاني للمنتخب الياباني عن طريق اللاعب رقم 2، وهو اللاعب الياباني الذي ستكون حاضرة، وسيكون اللاعب تاماكي على تنفيذ هذه الكرة وهذه المحاولة. وهنا لدينا الحارس حسن آل محمد حسين الذي يدخل الآن في هذه اللحظات، والكرة في الشباك. الهدف الثالث لليابان عن طريق تاماكي الذي يسجل أيضا الهدف الثاني له الشخصي في ذلك. ما بين المنتخبين اليابان بما أشاهده وشاهدته، ولكن هنا المنتخب السعودي يسجل الهدف الأول عن طريق حسين العبيدي. نعم يسجل الهدف الأول بما شاهدته بصراحة من المنتخبات الثلاث التي تتأهل إلى بطولة العالم، ولكن هنا المنتخب الياباني للهدف الرابع أن تكون منتخبات عربية. وهنا لدينا اللاعب الياباني تاكونو يسجل ثاني هدف له، التي ستكون ما بين المنتخب البحريني والمنتخب الكوري الجنوبي في واحدة من المباريات القوية. وهنا المنتخب الياباني يسجل الهدف الخامس عن طريق اللاعب تاكامي، نعم يسجل، وكذلك اللاعب الآخر وهو اللاعب رقم 2. وهنا المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني. نعم المنتخب السعودي يسجل الكرة الماضية عن طريق اللاعب رقم 44 باني. كما ذكرت بأن اللاعب تاماكي سجل 3 أهداف، وأيضا اللاعب الآخر وهو اللاعب تاكونو سجل هدفين، والآن اللاعب رقم 13 يسجل أيضا. المنتخب الياباني، المنتخب السعودي لابد أن يكون التركيز حاضر. وهنا لدينا هذه الكرة لكن تضيع الكرة الماضية، كرة اللاعب السعودي الذي لعب الكرة الماضية علي الشريمي، لكنها بعد ذلك تحولت ووصلت للمنتخب الياباني. لعبة قوية وهدف هدف نعم هدف، لأن لاعبي المنتخب السعودي تراجعوا، وبالتالي اليابان تحاول، والفرصة الآن لكن الكرة في الشباك. الكرة نعم في الشباك، والهدف السابع للمنتخب مباريات. وهنا الفرصة والمحاولة وهدف ثامن للمنتخب الياباني. ما الذي يحدث للمنتخب السعودي يا فاضل؟ ما الذي يحدث للمنتخب السعودي؟ المنتخب السعودي إذن يتأخر، والمنتخب السعودي الآن في هذه المباراة الأمور ستصبح معقدة جدا. وهنا لدينا رمية جزائية والهدف التاسع للمنتخب السعودي. لأول مرة أشاهد المنتخب السعودي بهذا المستوى. الآن الفارق أصبح إلى 6 أهداف، فارق كبير جدا. والمباراة، وهنا اللعبة الماضية والتصدي الجميل من حارس المرمى ناكامورا. تعود هذه الكرة، تعود هذه المحاولة لتتحول بعد ذلك، والكرة والهدف العاشر للمنتخب الياباني. نعم الهدف العاشر يأتي للمنتخب الياباني وبالتالي سيكون اللقاء الأول ما بين المنتخبين. وبعد ذلك ستكون لدينا هنا الهدف الحادي عشر للمنتخب الياباني. بعد ذلك سيكون لقاء كوريا الجنوبية والبحرين، وستكون ثامن مواجهة. رمية جزائية للسعودية، والفرصة الآن هنا لدينا الكرة، نعم الهدف الرابع للمنتخب السعودي. الهدف الرابع عن طريق اللاعب رقم 33 هو من يسجل الأخضر السعودي بعد اللعبة الماضية. إذن المنتخب السعودي يسجل الهدف. قد الأمور ما انتهت، حظوظ المنتخبات الأربعة مستمرة جدا. وهنا لدينا الفرصة والهدف الثاني عشر للمنتخب الياباني. أعتقد بأن الجمهور السعودي متفاجئ في هذه اللحظة بمستوى المنتخب المنتخب الأردنية في استضافة الأردن. وهنا لدينا المنتخب السعودي والهدف الخامس، الهدف الخامس في المباراة للسعودية، الهدف الخامس في المباراة للمنتخب السعودي. الهدف الخامس يأتي للمنتخب السعودي.
وعلى ما يبدو تايم اوت يطلب مدرب المنتخب الياباني. نستمع لحديث المدربين. حديث كبير ما بين لاعبي المنتخب السعودي وهنا المنتخب الياباني يسجل الهدف الثالث عشر. لا نتمنى بأن يتوسع الفارق أكثر، ولا نتمنى بأن يدخل لاعبو المنتخب السعودي وهم منهزمين في الشوط وعدم اتساع الفارق، لأن هذا ليس من مصلحة المنتخب السعودي. نعم المنتخب السعودي يسجل الهدف السادس في المباراة. نعم الهدف السادس في المباراة، والمنتخب نيات شيء والواقع شيء آخر. وهنا المنتخب الياباني بقيادة ناكامورا، والهدف الرابع عشر للمنتخب الياباني. والمنتخب الياباني نعم يسجل. شوف لاحظ اللقطة الماضية. نعم هدف، لكن عملية المنتخب القطري والمنتخب وهنا المنتخب السعودي والهدف السابع. المباراة الماضية مباراة المنتخب الإيراني والقطري لا أتمنى بأن نشاهد الإصابات مهما تتحول بعد ذلك. المنتخب الياباني والهدف الخامس عشر عن طريق اللاعب تاكانو يسجل الآن الهدف السادس له فيها. والآن الفرصة، المحاولة بعد ذلك والهدف الثامن. نعم الهدف الثامن للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب، والمحاولة أيضا مستمرة والكرة الخطيرة والهدف السادس عشر للمنتخب الياباني، وبالتالي الفارق أصبح إلى 8 أهداف. لم أتوقع شخصيا بأن تصل الأمور بهذه الطريقة، لكن الأول سيكون للسعودي حزينا. وأيضا المنتخب السعودي الآن يسجل الهدف التاسع. نعم الهدف التاسع للمنتخب السعودي. اخضر السعودي يحاول من أجل تسجيل الهدف العاشر له في هذه المباراة. نعم الهدف العاشر، يصبح الفارق بذلك إلى 6 أهداف. الشوط الثاني نتمنى والأمنيات معقودة على لاعبي المنتخب السعودي من أجل أن يعودوا إلى المنتخب القطري والمنتخب وهنا المنتخب السعودي والهدف السابع. المباراة الماضية مباراة المنتخب الإيراني والقطري لا أتمنى بأن نشاهد الإصابات مهما تتحول بعد ذلك. المنتخب الياباني والهدف الخامس عشر عن طريق اللاعب تاكانو يسجل الآن الهدف السادس له فيها. والآن الفرصة، المحاولة بعد ذلك والهدف الثامن. نعم الهدف الثامن للمنتخب السعودي عن طريق اللاعب، والمحاولة أيضا مستمرة والكرة الخطيرة والهدف السادس عشر للمنتخب الياباني، وبالتالي الفارق أصبح إلى 8 أهداف. لم أتوقع شخصيا بأن تصل الأمور بهذه الطريقة، لكن الأول سيكون للسعودي حزينا. وأيضا المنتخب السعودي الآن يسجل الهدف التاسع. نعم الهدف التاسع للمنتخب السعودي. اخضر السعودي يحاول من أجل تسجيل الهدف العاشر له في هذه المباراة. نعم الهدف العاشر، يصبح الفارق بذلك إلى 6 أهداف. الشوط الثاني نتمنى والأمنيات معقودة على لاعبي المنتخب السعودي من أجل أن يعودوا إلى بكل تأكيد، لأنه كان السد المنيع. لكن هنا المنتخب الياباني يسجل الهدف السابع عشر عن طريق اللاعب، نعم اللاعب الياباني الذي أرسل كل الأسماء التي كانت حاضرة في اللقاء الأخير. لكن هنا لدينا المنتخب السعودي والهدف الحادي عشر عن طريق اللاعب، نعم حسن التاروتي يسجل. قدم خدمة كبيرة للمنتخب القطري الذي لا بد أن يساعد نفسه في هذه البطولة ويحقق الفوز على المنتخب الياباني. وهنا الهدف الثالث عشر للمنتخب السعودي، نعم يأتي بعد اللعبة الجميلة، والفارق أصبح إلى في عام 2014 تفوق ياباني لأول مرة وفوز. وهنا المنتخب السعودي والهدف الثاني عشر. إذن الهدف الثاني عشر
يأتي للمنتخب السعودي. جواد جفال يسجل، قدم خدمة كبيرة للمنتخب القطري الذي لا بد أن يساعد نفسه في هذه البطولة ويحقق الفوز على المنتخب الياباني. وهنا الهدف الثالث عشر للمنتخب السعودي، نعم يأتي بعد اللعبة الجميلة والفارق أصبح إلى القطري. هذه هي الأمنيات، لكن المباراة هذه لم تنتهي بعد. وهنا التصدي، نعم حسن تريك يبعد الكرة الماضية، وفرصة مؤاتية للسعودية من أجل الفوز وتأكيد بذلك الذهاب إلى الدور نصف النهائي بشكل رسمي. نعم الكرة الماضية تبعد من حارس مرمى المنتخب، وهذه المحاولة المستمرة لكن الكرة في الشباك. والهدف الثامن عشر، الكرة تعود للمنتخب السعودي، عادت الكرة للمنتخب السعودي مرة أخرى. تعود هذه المحاولة وتعود هذه الفرصة أمام كوريا الجنوبية 27 مقابل 23، ثم واجه المنتخب الإيراني. وهنا الهدف نعم يأتي للمنتخب الياباني وهو الهدف التاسع عشر. والمنتخب الياباني نعم واجه المنتخب الإيراني وتعادل لاعب المنتخب. دفعة في الكرة الماضية، لكن هنا الكرة نعم والهدف الرابع عشر. الهدف الرابع عشر للمنتخب الهدف الرابع عشر للمنتخب السعودي. حدنا خسارة لبنان وخسارة كذلك المنتخب اليمني من خلال هذا اليوم، والقطري أيضا لم يفز، لكن بانتظار منتخبنا على هذه البطولة. كوريا يعني من المنتخبات التي وصلت إلى 8 مرات إلى المباراة النهائية، 8 مرات كوريا، وهي أكثر منتخب وصل إلى المباراة النهائية. ثم يأتي في هذه الفرصة وفي هذه المحاولة المستمرة، والكرة خطيرة والكرة في الشباك والهدف رقم 21. أنا لدي سؤال وسأطرحه الآن: هل المباراة انتهت أم أن للمنتخب السعودي كلام آخر؟ لكن الفارق أصبح الآن إلى 6 أهداف، والمنتخب الياباني منظم، لكن المنتخب السعودي يسجل الهدف السادس عشر. نعم جواد جفال يسجل، لكن ربما الجماهير السعودية بعد هذا الهدف تقول بأن والمحاولة أيضا مستمرة، والكرة إلى الشباك والهدف رقم 22. نعم الهدف رقم 22 يسجله كواساكي، هدف ياباني جديد. نعم يأتي في هذه اللحظات بعد الكرة الماضية. نعم الآن يبحث عن الهدف السابع عشر، والفرصة والهدف السابع عشر، والهدف السابع عشر للمنتخب السعودي. وبرافو لحارس المرمى الذي أبعد الكرة الماضية. نعم حارس المرمى حسن تريك أبعد الكرة الماضية. هنا الكرة، وبعد ذلك الكرة سكنت في الشباك ثم لعبت بشكل سريع، ولكن حارس عادت هذه الكرة وعادت هذه المحاولة للمنتخب السعودي الآن، والفرصة ما زالت مستمرة. والهدف الثامن عشر، والهدف الثامن عشر للمنتخب السعودي. نعم الهدف الثالث، هذه المحاولة والكرة نعم في الشباك والهدف رقم 23. الهدف رقم 23 لليابان، والمحاولة الآن تعود وما زالت الكرة أيضا مستمرة. وهنا لدينا الكرة، يا سلام، الهدف التاسع عشر. والكرة الماضية حسن آل إبراهيم هو من سجل الكرة الماضية وأرسل الكرة الماضية، الذي يحاول الآن في هذه الفرصة وفي هذه المحاولة، والكرة والهدف رقم 24 للمنتخب الياباني بعد اللعبة الماضية. إذن اليابان ستحقق بذلك التي ستلعب الآن، والكرة بإذن الله في الشباك، في الشباك، والهدف رقم 20. الهدف رقم 20 للمنتخب السعودي، الهدف رقم 20 يسجله لاعب المنتخب السعودي الآن. هذه الكرة بإذن الله لن تضيع. نعم الهدف رقم 21، الهدف رقم 21. ولما لا،
أن يحدث السيناريو الذي حدث في لقاء المنتخب الياباني والمنتخب الإيراني، وأن يكون بالعكس، بأن المنتخب الياباني 24. وهنا أيضا فرصة للمنتخب السعودي. يلا يا أخضر. نعم نعم، الهدف رقم 22. الفارق أصبح إلى هدفين، الفارق إلى هدفين. نعم الفارق إلى هدفين. برافو للأخضر السعودي، هذه العودة. لكن الكرة الماضية حارس المرمى أرسلها، وبعد ذلك جاء اللاعب رقم 70 وسجل للمنتخب السعودي. نعم سجل. وهنا لدينا المنتخب السعودي في هذه الفرصة وفي هذه المحاولة ما زالت مستمرة، والفرصة أيضا مستمرة، والكرة الآن. نعم 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 نعم، الهدف رقم 23 للمنتخب السعودي. نعم يسجل اللاعب رقم 4 الآن الهدف رقم 23 ثواني. فمن يستغل الدقائق والثواني هو من يحقق الأماني، واليابان يبدو بأنها الأقرب من أجل أن تحقق الفوز وتعيش الأفراح وتترك الأتراح للأخضر السعودي. المنتخب الياباني هنا هذه الكرة وهذه المحاولة، والكرة في الشباك، والهدف رقم 26. والمنتخب الياباني يتفوق على المنتخب السعودي 26 مقابل 23. لكن ما يحسب للمنتخب السعودي بأنه حاول وحاول أن يعود، لكن هذه الكرة كانت حاسمة وأنهت الأمور، وتفوق الكمبيوتر الياباني.